اتحاد الكوره، تعال ناخدهم بقى حته حته. اتحاد الكوره اللي في البدايه رفض يخصم من الاهلي 6 نقاط واهدى الدوري للاهلي وخصم منه 3 بوينت، 3 بوينت بس، في ظل ان المفروض والطبيعي جدا تخصم منه 6 بوينت. بس انا مشفق عليهم جدا بالمناسبه، لان هم عارفين كويس جدا اللي هيمشي مع الاهلي في قصه العدل دي مش هيكمل اخر. والنبي يا عم ملاك، والنبي عشان خاطر ربنا، قصة المظلومية دي يعني خلاص قتلت بحثا. خلاص احنا كزملكاويه شبعنا منها. يا عم انا عارف ان في غيرنا بيتجامل، وان في غيرنا هو اللي على الحجر، وان احنا بص ميتين اكلينيكيا. بس يا عم يعني معلش، مش الاتحاد الكوره ولا الاهلي اللي خلاك تتعادل مع الجونه بالمنظر المعفن ده. مش اتحاد الكوره ولا الاهلي اللي خلاك تخسر قدام الاهلي بالمنظر المقرف ده. مش اتحاد الكوره ولا الاهلي اللي خلاك تتعادل مع المحله بالاداء القذر ده. مش هم اللي واخدين فلوسك ومش لاقي غير 15,000 جنيه في الخزنه. يا عم بقى، يا عم ارحمونا بقى. اخر رئيس اتحاد عمل كده في مع النادي الاهلي وعامله زي اي نادي وخصم منه 6 بونت في مباراه الترسانه بعد انسحابه، ما بقاش موجود. فاهم كده اهو؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتحاد الكوره ومشكلته مع عقوبات لاعبي النادي الاهلي. انا عايز افهم دلوقتي، الطبيعي جدا ان لاعب من النادي الاهلي ولاعب مهم زي كابتن حسين الشحات على سبيل المثال، بالواقعه اللي انا بكلمك في وقائع ماشيين عليها بقالنا سنين، بالواقع اللي عملها مع الشيبي بسبه او بمد ايده عليه بان هو يتوقف مباراتين، ده طبيعي؟ بلاش دي. الطبيعي بقى ان انا اشوف ان في عقوبه على محمد الشناوي 4 مباريات، اصحى الصبح الاقيهم مباراه واحده يقول لك عشان منتخب مصر نخليه مباراه واحده. هل ده طبيعي؟ هل طبيعي ان اتحاد الكوره يلغي معسكر لمنتخب مصر اللي هو اهم من الاهلي والزمالك قبل طلوع النادي الاهلي لكاس العالم للانديه عشان الاهلي مش عايز يودي لعيبته للمعسكر؟ هل ده طبيعي في ظل ان كل الناس اللي شاركت في كاس العالم للانديه كانت في انديتها عادي جدا وراحت وشاركت في كاس العالم للانديه، والاهلي راح قبلها بشهر ولا شهر ونص ولا يمكن اكتر، وفي الاخر عمل نتائج سلبيه وطلع متزايل الدوري، متزايل المجموعه؟ هل ده طبيعي؟ هل طبيعي ان اتحاد الكوره يبقى بالشكل الرهيب جدا دوت مع النادي الاهلي، وفي نفس الاطار الاهلي بيقدم رهبه لكل شخص بيقيم عليه العدل؟ يعني مثلا لما الاقي انا مستعد اتحدى اي مخلوق، لو في حكم الاهلي نزل عليه بيان رسمي ان هو ما يحكملوش، او مسؤول طلع وقال اللي ما يحكمليش تاني وحكم له في نفس الموسم، بحق. لكن اللي حصل ان ممكن يحكم مباراه تحصيل حاصل. اذا في هنا رهبه للتحكيم، رهبه للاعلام، اي اعلامي بيطلع يقول مثلا 3 دقايق بتوعك خلصوا يا ملاك. اديني دقيقه بس هو يكمل. لا خلاص، ال3 دقايق بتوعك خلصوا عشان نبقى ماشيين بالعدل. هو العداد قدامك على الشاشه. ما لحقتش كل ده وما لحقتش؟ عندي كلام كتير. يا عم ملاك انا معاك، انا معاك يا عم، اني مش عارف اتحاد الكوره ايه وان فيها ايه كل الكلام انت بتقوله ده. بص سمعناك اهو، سمعناك ومسقف لك، والراجل مش عارف يتكلم قصادك او بعد كده هو اتكلم ورد عليك، والكلام ده كله ماشي سمعناك. بس يا عم انا عايز اسالك سؤال، احنا نفضل عايشين العمر كله في القصه دي؟ يعني القصه دي هتفضل معانا طول العمر؟ يا عم، يا عم ماشي، طب حل مشاكلك انت الداخليه الاول، ظبط دنيتك، ظبط بيتك من جوه، وبعد كده بقى اتكلم على اللي بره. ما تبقاش انت اساسا متهربد وبص ومتداس على وشك من داخليا منك منك فيك، وطالع تقول اصل المظلوميه واصل اتحاد الكوره عمل. يا باشا ده انت اخبارك بتتسرب من جواك. السماسره بيسمسروا عليك من جواك، بيبقى عضو مجلس اداره وبيسمسر في الصفقات اللي بيجيبها لك تفيدك. تلاقي لعيب كسر وجايبه لك بملايين الدولارات عشان يضرب في ايه، في جيبه. منك فيك يا باشا، من اعضائك، منك يعني منك فيك، مش من حد غريب. انت ظبط اللي جواك الاول، بعد كده اتكلم عن الناس، بقول ده عمل وده سوى ومش عارف ايه واتحاد الكوره. مش هنفضل عايشين عمر كله في قصه المظلوميه دي. ارحمونا خلاص، شبعنا قرف. بيقول ان الصفقات دي اخرها رابع وخامس الدوري. اذا فهي صفقاته هو برضو عنده مشكله كبيره جدا فيها. لما يبقى الصفقات اللي هي اخرها رابع وخامس الدوري ومتصدره الدوري حتى الان وهو برضو في نفس المكان، اذا يبقى هو في نفس المقياس ان هو صفقاته رابع وخامس الدوري. مش ده كلام مظبوط؟ خليني بقى اتكلم في قصه صفقات النادي الاهلي واقيم برضو واتكلم فيها زي ما هو اتكلم طبعا وتفضل. بس هسالك، هقول لك تقييمك ايه لصفقات الاهلي
صفقات الاهلي خلينا نقول كده بشكل سريع جدا ونختصرها في زيزو. تمام كده اهو. النادي الاهلي اللي لا يمتلك باك شمال حاليا وبيلعب بكوكا، النادي الاهلي اللي عنده مشكله في السرد باكات، النادي الاهلي اللي ما عندوش غير باك يمين وبيقدم مستوى ضعيف، النادي الاهلي اللي في كل مباراه لعبها وكسبها دخل، يعني لعبها وكسبها دخل في مباراه، دخل في جوان. النادي الاهلي اللي دفاعه مستباح لاي حد يقول له السلام عليكم يقول له اتفضل هات جون. النادي الاهلي اللي ما اشتغلش على احتياجاته واشتغل بس على فكره ان انا اجيب صفقات كيديه لا اكتر ولا اقل. كل ده جه على دماغه. جه على دماغه ازاي؟ جه على دماغه بفكره ان زيزو والارقام اللي اتعلنت واللي هو بياخدها بالمناسبه مش 5 مليون زي ما مكتوب في اتحاد الكوره، لا زيزو بياخد ارقام كبيره جدا، ودي اللي عملت ازمه في الوقت الحالي بين الاهلي وبين نجم نادي الاهلي امام عاشور، واللي هو فرد عضلات، وقال لهم انا معايا ادم وطني وهتعاقد مع ادم وطني. تمام؟ والنادي الاهلي وجمهوره كان مستني بعد خروجه من المستشفى ان هو ينفي او يقول لا بعد تصريحات ادم وطني اللي كانت شرسه جدا على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، كان مستنيين منه اي كلمه بخصوص هذا الموضوع. وفيها رد في الصفقات. اوكي وفي نفس الاطار ما انا بتكلم على تاثير الصفقات في النادي الاهلي. ماشي. تاثير الصفقات في النادي الاهلي ان هو بيحاول يوصل نفس اللي وصله صفقات الزمالك اللي هي المفروض تنافس على يعني اقصد هو قال لك صفقات الزمالك صفقات واعده ولكنها رابع خامس. انت ترى صفقات الاهلي بتقييمك ليها بين رمضان بن شرقي تريزيجيه زيزو صفقات مركز رابع وخامس ام لا؟ انا بشوف ان صفقات النادي الاهلي سلبيه اكتر منها ايجابيه، واكبر داعي على كده يا ابراهيم معلش عايز اقول نقطه دي بعد كده اتكلم معاك في الموضوع ده. اكبر نقطه على القصه ديت ان ديانج لما قعد معاهم ما جددش، ان مروان لما قعد معاهم ما جددش، ان امام لما طلبوا ان هو يمد عقده برضه رفض. اكبر دليل على كده ان بسبب ان صفقات الاهلي الكيديه اللي هي انا شايف انها مش بتقدم مردود قوي جدا في بطوله الدوري، واكبر دليل على كده ان هي صفقات رابع وخامس زي ما الزمالك صفقات رابع وخامس. وعلى هذا الاساس الزمالك في الصداره بنفس عدد نقاط النادي الاهلي اللي هي الصفقات الملياريه، وبنفس مستوى النادي الاهلي اللي هو مزري بالمناسبه وبيقدم مباريات ضعيفه جدا جدا فنيا. اذا في مساواه، لو هو انا صفقاتي رابع وخامس بنفس النقاط اذا فهو صفقاته رابع وخامس بس بمليارات. ده الفرق بينه وبينه. وقت خير. طب انت عارف يا استاذ ملاك ان انا لما سمعت كلام شادي في بتاعت اللي هي رابع وخامس دي ما اقتنعتش، وقعدت اقول بص بيقول ايه وبص بيعمل ايه. لما لفت الايام اقتنعت ان الراجل ده معاه حق وانه له وجهه نظر المفروض تحترمها، حتى لو انت يا عم مش منتمي لنفس اللي بينتمي له هو. تخيل ان هو ممكن يكون صح بعد الفتره اللي انت عمال تجعجع فيها وتقول ايه والحقوا مش عارف مين من الهبوط ومش عارف ايه. النهارده فعلا بيثبت لك زي ما يكونوا رابع خامس فعلا. دي حقيقه. فين احمد ناصر وعمرو ناصر واحمد شريف والناس الغريبه دي؟ فعلا دي حاجات منتصف جدول، حاجات منتصف جدول فعلا. انت حتى الراجل الوحيد اللي عليه العين الجامد مش عارف تظبطه، مش عارف تديله حق فلوسه، مش عارف تديله فلوسه، مش عارف تحتويه، مش عارف تخلي الناس تتعاون معاه. فتقول لي اللعيبه الكبيره اللي بتاخد ارقام مش عارف كبيره دي طلعت جت على دماغه. لا ما جاتش على دماغه. الكبير كبير مهما كان هيعملوا لهم شويه مشاكل بس في الاخر هيعمل له الفرق. يعني شويه مشاكل بساط كده بس في الاخر هيصنع فرق، هيقدم قيمه. مش بتقول لي عمرو ناصر واحمد شريف واحمد ربيع فعلا انت الناس دي جايبها من منتصف جدول فعلا. يعني انت جايبها من منتصف جدول. لكن لما تيجي تقول لي بين رمضان وزيزو ومش عارف وبين شرقي، لا يا عم ناس جامده في الاخر هتدي له منتج. انت فين المنتج بتاعك بعد ما عمال تهللي وتتنطط عشان كسبت لك كام ماتش في الاخر؟ فين انت؟ فين؟ قعدت تتنطط لي على التلفزيونات وقرفتونا يا عمي، قرفتونا.